السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة السجق بقى، هنعمله بطريقة المحلات اللي في الشارع. معانا نص كيلو سجق، ومعانا بصلتين حلوين، وثلاث قرون فلفل رومي، ونص قرن فلفل حامي، معلقة توم، معايا طماطميتين، وطبعا البهارات بتاعتنا فلفل اسمر وكمون بابريكا وملح وكزبرة ناشفة. انا جبت هنا الجريل وحطيت فيه دي حتة دهنة او ليا كانت عندي يعني من اللحمة وكده، كنت مسيحاها. تمام. انا هنا بقى اتبل البصل كده شوية، اول ما يدبل كده هنزل بالفلفل. خلوا النار يا جماعة ايه مش عالية اوي عشان ما يتحرقش منكم يعني. عايزه اقول لكم اللية دي او الدهنة دي بتدي طعم تحفة للاكل، خاصة السجق والكبدة والكلام ده. بص هنا اول ما لونه غير هننزل بقى بالفلفل الاخضر. هندي تقليبة كده قبل ما ننزل بالطماطم، هننزل بالثوم. الثوم بقى ده اللي هيدينا التست كأني زي بتاع الشارع بالظبط. عايزه اقول لكم دي اكلتي المفضله اصلا. السجق ده والكبده، الاكل دوت يعني امزجه يعني. هي تقليبه كمان. هنا نزلت بالثوم اهي. ده توم ده انا مفرزاه، ابقى اقول لكم على طريقه التفريز اللي انا عملتها دي، بتخلي لونه ما يغيرش ابدا، ولا بيصفر ولا اي حاجه. هنا نزلت بقى بالطماطم، انا مقطعه كله زي ما انتم شايفين كده، نفس التقطيع كلهم زي بعض. هنزل بقى بالسجق، بعد كده هنزل بالتوابل. مش هحط ميه خالص يا جماعه، ما تحطوش ميه، هو اصلا السجق بينزل زي دهون كده، وبعد كده تلاقوا اتبخرت بقى، وهو بقى بياخد ويدي مع نفسه بقى مع الطماطم، الصوص بتاع الطماطم بينزل، كله بيستوي مع بعضه يعني. هنا التوابل اهي كلها هنزل بيها. عايزه اقول لكم الدهنه اللي انا حطيتها عامله ريحه جامده، ريحتها مخليه ايه. بس مش هغطيه ولا حاجه، انا هسيبه كده على نار هاديه شويه يستوي براحته بقى. بصوا نزلت المية بتاعتها ازاي والدهن بتاعها. بصوا هنا بقى عندي طحينة، انا جايباها جاهزة. انا عندي برضو فيديو هنزله لكم للطحينة تعملوها في البيت ازاي، بس دي بقى الطحينة الجاهزة. نزلت بنص كوباية مية مغلية و3 معالق خل، وهنزل بالتوابل بقى، توابل ملح وفلفل اسمر وكمون وشطة، وهقلب كله اتجاه واحد، تقليب كله اتجاه واحد. لو عايزين تحطوا نص ليمونه حطوا، بس المفضل اللي هي تبقى من غير ليمون، يعني هتبقى نفس طعم برضو ايه طحينة الشارع برضو. كل التقليب بنفس الاتجاه، هتتقل معاكم مش هتفتل، هتلاقيها كلها تقيله كده وحلوه. احنا بقى هنعمل السندوتشات زي برضو السندوتشات اللي انتوا بتجيبوها من بره، الرغيف هتبقى مقلوب لجوه وهنعبيه بقى. هوريكم شكلها بقى في الاخر. بصوا هنا بقى ما استوت تحفه، وريحتها جايبه اخر الدنيا. ده جوزي بقى بيحب يساعدني. هو اصلا دي اكلته المفضله برضو، بيحبها قوي. بص عاملين السندوتش نفس السندوتش اللي بتجيبوه من بره بالظبط. عايزه اقول لكم والله الطعم كان تحفه، ولا تفرقوها عن سندوتشات المحلات خالص، نفس الطعم سبحان الله يعني. مش عارفه اقول لكم ايه يعني. التوابل الكتير يا جماعه بتغير من طعم الحاجه، بلاش تحطوا توابل كتير، بلاش بقى ولا ورق لورا ولا حبهان ولا الكلام ده خالص، هما بس اللي احنا حطيناهم دول وخلاص، وحته الثوم وشكرا، ما تزودوش عن كده عشان ما تضيعوش طعم السجق. هنا بقى احط عليها الطحينه.
نخلص بقى اوريكم الشكل النهائي بقى. ريحتها جامده، ريحتها تحفه قوي. بصوا اصلا نص كيلو سجق عمل معايا قد ايه، كميه قد ايه. الطبق دوت ولسه في الجريل تاني، يعني ايه الطبق ده حبه بس. هنا بقى بصوا الطحينه اما تقلت تحفه، وهنا بقى المخلل، وده الشكل النهائي. واكتبوا في التعليقات عايزين مني ايه المره الجايه. الناس اللي كانت طالبه البسبوسه انا صورتها، وبقولوا لي برضو ايه اخبار البسبوسه معاكم. يلا باي.